لكن والله وأنا ما أقسم وحق مصيبة أبي عبد الله في ذيك الليلة وإذا أمير المؤمنين يمي في البيت جالس موجود في نفس البيت اللي أنا موجود به. أنا قعدت وإذا بي علي بن أبي طالب وأبو الحسن. قال لي بالحرف الواحد: محمد أنت مو ندى بيت؟ قلت له إيه مولاي. قال: لا تشيل هم لابنك من الليلة. بالحرف الواحد هذا: ابنك لا تشيل له هم، ابنك يمي من الليلة. وجلست بس أنا من جلست ويا صلاة الفجر كانوا ناس يمي موجودين في البيت خدم للحسين. أنا جلست شوية صوت بكائي كان عالي جدا وأصيح: يا أبا الحسن أنا شنو تجي الموضوع ما يسوى، متفاعل ويا الموضوع. فبصراحة إلى أن إجا الصبح الساعة 9 الصبح اتصلت: كيف أبو ذر؟ قالوا أبو ذر قعد الصبح مو أبو ذر، مو هو، مو شخصيته، مو أفعاله. أولا طلب يتريق الصبح وراح للمدرسة من وقت وانتظرت إلى أن يجي ب 12 ونص الظهر. بابا شلونك؟ قال: الحمد لله. قلت له: والصبر؟ قال: الصبر موجود، خير من الله بابا. أنا سديت التليفون وقعدت هذن رجلي يشهدن، قعدت على ركبي أبكي. فاكو سيد جليل قال: سيد هاي نعمة تستحق الشكر. هذا الولد والله من ذيك الليلة إلى هذا اليوم الولد فوق التمام، موقفه، معنوياته، سوالفه، اتصالاته، تصرفاته، المهم لأن تكفل أمير المؤمنين. بس أنا كل ما أذكر هذا الموقف أقول قضيتي ما تسوى، قضيتي بسيطة، قضيتي عاطفية، وأمير المؤمنين إجا. شلون يقولون ما إجا لزينب ليلتين؟ شلون يقولون عبد؟ شلون يقولون ما اجى زينب؟ تقول له: ابويا علي اللي الاول. يا زينب. هي هاي طلعها لاهل البيت، طلعها وقلها: سجليها يا فاطمه. ابويا علي اللي الاول، هوامت حرمة وغريبة